هزار خلص. نقعد بقى كلنا. سيد علي بركة، سيب أماكنك لحد تاني يقعد من الإخوة. أيوة أنت علي بركة أقصده كده، وأنت سيب أيوة سيب مكانك للضيوف يقعدوا. اتفضل. اقعدوا يا جماعه اللي بيصوروا. يا باشا اتفضل استريح. علاء مقلب ما بيصليش طبيعي، جاي النهارده يصلي 18 ركعه. بيقول لي من ساعه ما قلت لي ملتزم بالصلاه، انا قايل له امبارح، والله قايل له امبارح بس. كلامك يا ريس. على مهلك يا كابتن جمال. بقية المجلس طبعا مسافرين علشان الاجازه، خميس وجمعه وسبت وحد، وانا بقول لكم ارجوكم لو حد جه قبل اللي بعد اسبوعين الموظفين في مصر. بسم الله الرحمن الرحيم. لقاء النهارده ملوش علاقه بماتش ولا لاعب راح في اي مكان. ده اساسي. ولا عيال ولاد الادب شتمتنا. هنسمع كل الناس دلوقتي، كله هيقف هنا، بس انا بجهز له ما يخافش، مش مذبحة محمد علي. ترابيزه محترمه يقف، وراجل ينزل يسالنا وينتقدنا، انما الشتيمه وقله الادب ليها حل عندي، انتوا عارفين. محدش شغال عند حد، لكن كلنا عاشقين للكيان ده، نادي الزمالك. اسهل حاجه كلنا بلا استثناء شكرا هنروح. عارفين لما نروح هيجي مين؟ القائم بعمل مدير النادي، مدير النشاط الرياضي، مدير مالي، في احلى ظروف بيمر بها النادي. عايزين كده؟ يا سلام، اسعد واحد. اروح اتفسح، اروح مارينا، اروح مراسي، اروح اسكندريه، اروح بره. انما انا في حياتي ما شفت عيال بتقول لهم زملكاويه بالسفاله دي وبقله الادب دي. وكنت اتمنى انهم يكونوا موجودين، عشان بدل ما يشتم تعالى قول لي انت معترض على ايه عشان افهمك، ما دام مش عايز تفهم. ده مش جمهور الزمالك. جمهور الزمالك جمهور محترم، ودي من السوشيال ميديا الزمالك. عمري ما شفت واحد بيعمل عمليه ودخلوه غرفه الانعاش، والمفروض اللي هم اهله جايين عمالين يضربوا فيه، وعايز راجل
من المختلط، راجل يدي عفيه، راجل وناقشني، بس عايز اقول لك حاجه، لو قلت ادبك تاني علقك من رجليك، لان اديت لك فرصه تيجي تناقشني وتنتقدني بادب وحوار محترم، انت خفت. تاني، الا يوجد راجل في الصفحه المشبوهه المأجوره اللي اسمها المختلط؟ تعال هنا، او على بعد بتاع 4 متر، يعني على ما اجي لك هكون انت جريت. تعال لو راجل، تعال يا مرتشي يا مأجور، شتمنا، تبعتوا تليفونات الادوات المحترمات، بنات فاضلات. الاول انت بنت فلان يا بنت الاصول استقيلي. ليه راحت امك هتستقيل؟ ليه؟ عشان ماتش؟ انا جايب لك بيان، انا كسبان الاهلي في عقدي كام مره واخد منه كام بطوله، انما القصه لا بطولات ولا مكسب، القصه فلوس بتدفع. تاني، حسين لبيب ما نجحش في حاجه غير انه يعمل لجان، ده اللي نجح فيه، ومع احمد سليمان ومع هاني شكري وعبد الله جورج ده غلبان ومصطفى عبد الحميد، دول غلابه ما معهمش فلوس ما بيدفعوش. والعتال كلموا بتوع المختلط السفله وقالوا له المرتضى بيتحداكوا تعالوا وقفوا هنا. انما لو كتبتوا كلمه بعد كده وقلتوا ادبكم بالقديمه، احنا قلنا كل اللي ضدنا مش حتى اللي معانا، تعالى ناقشني وتعالى اسمع وافهم. ناديك بيتعرض لايه؟ ناديك بيتخنق عمدا عشان ينزل درجه ثانيه، ناديك بيتخنق عمدا عشان يكون في طي النسيان زي الترسانه والركن والسكه الحديد. وما زلنا واقفين على رجلينا. ده مش نقد، وده مش ماتش، مش ماتش ولا نقد، لا، ده عيال مأجورة عارفة بتعمل ايه، وبقول قدام مصر كلها انا دعيتكم تيجوا وعامل لكم نصر. مش دول بس، اي حد اطلع قول رأيك، اطلع انتقد، اطلع قول انت زعلان من ايه، احنا هنطلع اكتر منك. ولما يطلع المدرب يقول انا غلطت في التشكيل والتغيير، لا هتقول لنا مجلس الاداره، لا هتقومك اللي بيشتغل عندك مجلس محترم ومحدش هيقدر يمشيه الا بارادته جمعيه عموميه، فيما عدا ذلك انسى، اقعد هوهم 100 سنه. احنا جبنا جمعيه عموميه وتمشينا جمعيه عموميه، انما قله الادب مش هتجيب نتيجه معانا. الادب والحوار المحترم، تعال يمكن انا غلطان في حاجه قول لي انت غلطان في 1 2 3 4، تعال قول لي، تعال قول لي رايك لما تعرف الكوارث اللي احنا فيها. واحد بعت لي بيقول لي ايه؟ النادي ما فيهوش فلوس بس مسؤوليتك تجيب الفلوس. لا، ما حطمتك مسؤوليتك تجيب الفلوس، ده حاجه جديده. ممكن اللي واقفين عند الباب يقعدوا، ممكن يا اخ عباس واللي وراك اقعدوا زي كل الناس ما قاعده، عندنا 100 مكان، اتفضلوا اتفضل اقعد يا استاذ، اماكن فاضيه اهي، اتفضل اتفضل. استاذ ايوب، كابتن ايوب اقعد، اتفضل. الاستاذ قاعد على السلم اقعد، ابقى زمن، لا كانك ده في نادي، اعتبر نفسك كانك في النادي. اللي عايز يناقشنا توزع عليهم ورقه دلوقتي يكتب اسمه وصفحه ايه وموقع ايه ويجيبها لنا هنا، وهتقف على المنصه تقول كل اللي عندك، ما دام حوار فيه ادب واحترام لنادي محترم غصب عن السفله المأجورين. واديت فرصه اهي، اديت فرصه، تعالى قول لي انت قرفان من ايه؟ زعلان من ايه؟ بتنتقد ايه؟ والله لقيت عندنا اجابات محترمه مقنعه، شكرا. لقيتنا بنقول اي كلام بنهلفط، كمل قله ادبك. بس ما اعتقدش حد من اللي قال ادبه جه، ما اعتقدش. مش خوف، لا، ما هو لو جه مش هيقبض،
ما هو لو جه وهنعرض على الورق ومستندات هيقبض من مين؟ هو عايز يقبض. هات لهم ورق يا استاذ بعد اذنك، حلقات عامه توزع ورق. اللي عايز هندي 5 دقايق، هات يا ابني ورق. هيرفع ايده ياخد الورقه يكتب اسمه. ثانيه واحده بس، احنا لحقنا. احنا لحقنا. انت مستعجل ليه؟ على قدرك ومصيرك. اصبر يا باشا، متشكرين. خصوص دي بلد جميله. يا استاذ هات ورق، ورق ما تكتبش اسماء. اللي عايز يسجل اسمه هيرفع ايده، هتديله الورقه صغيره كده يكتب اسمه وتبع ايه. تمام؟ هات ورقه بيا 200 300 ورقه. واتمنى كل اللي عايز يسال يسال، ما عندناش حاجه نخبيها، كل حاجه. كهرباء، امام عاشور، الخطيب، النادي الاهلي، فيما عدا حاجه واحده، لن اتحدث عن احكام المحاكم حفاظا على هيبه القضاء والمؤسسات القضائيه. عشان في ناس بعتين بيقولوا لي ايه؟ طب ما هو حبسك. مش هرد، مش هتجار، مش هستفز. انا بحافظ على كيان، وكل مؤسسه الصحفيين هتلاقي فيها كده وكده، محامين هتلاقي كده، القضاه، اعلاميين، مهندس، دكتور. فاسالني اي اسئله معاك عن القضاء، لان مهما حدث ليا من القضاء له كل الاحترام والتقدير، لان دي المؤسسه زي المؤسسه العسكريه، مؤسستين واقفين على رجليهم ما بيتهزوش. فمهما حصل مش ههز دي ولا دي، ومتحمل وهتحمل ولسه هتحمل. الاخوه بتوع الاركات العامه يجوا لك ورق، هم سمعوني ويتفضلوا للساده اللي عايزين يسجلوا اسمائهم، واحنا قاعدين معاكم للصبح. اسال كما تشاء. واحد بيقول لي انت وديت الفلوس فين؟ هقول لك. المره دي مش هقول لك اسال امك، لا هجاوبك يعني. هجاوبك ما تقلقش، عشان المره دي مفيش هزار. تمام؟ اي سؤال يعن ليك. طب قول لي سبت امام عاشور، طب امام عاشور ضحك عليك ولا على الجماهير؟ هنجاوب على كل ده. طب محمود الخطيب ما اتحبسش ليه؟ هوريكم كل ده. الساده اللي نازلين دول رايحين فين؟ حضرتك رايح فين؟ نعم؟ فين؟ يا نعم؟ والاخضر ده برضه رايح الحمام؟ شكلك مش حمام. انت جمع بقى يا استاذ. قلت لك اقعد يا عباس. لا اقعد زي ما هي قاعده. والباشا اللي قاعد على السلم من فضلك اقعد. اطلب الارقام العامه. لا هيجي يقولوا علنا، مفيش كتابه سؤال، قول علنا. ما عندناش حد بياخد عموله وسمساره. السفه اللي بيقولوا عموله وسمساره مش عندنا. ده كان عند احمد سليمان وهاني زاده وخلصنا منهم. مش هتكتب السؤال، هتكتب اسمك وحضرتك فين، موقعك ايه، وهتقف هنا هتقول سؤالك. ناخد هدنة 5 دقايق لغاية ما نكتب. اتفضل. يا جماعة اللي عايز يخش الحمام يتفضل يخش، عشان هنقفل الباب فورا، عشان اشكك في الناس اللي نازله دي خايفه تسال.
ابتديت تشك فيهم. اقفلي الباب يا ابني هنا وهنا. اقفلي الباب يا امن، اقفل الابواب. لا ابتديت اشك فيكم بصراحه. العميد محمد اقفل البابين. العميد محمد اقفل البابين. ما تخافوش، مش مذبحة محمد عادل. استاذ محمد فاهم، اقعد اقعد يا استاذ محمد، اقعد استريح. اللي يكتب ورقه يجيبها لي، اللي كتب يا جماعه اتفضل يجيب. اسمك وانت تبع ايه؟ ماشي. اديهم لخالد لطيف، احمد اديهم لخالد لطيف عشان ما اقولكش ابنه عياله بتشيل الورق ترميها عشان السفله المجرمين. عياله واحد نائب في البرلمان عضو مجلس نواب والتاني ضابط شرطه بقوا عياله. ما هو ده من ضمن الادب. برضه حضرتك رايح الحمام؟ العميد محمد اقفل الابواب زي ما قلت لك. حتى لا يتسرب الدكوره، مش كانوا دكوره؟ عايز اسمعهم. اتفضل يا بيه. اي حد عنده سؤال يتفضل. جبت الورق؟ هات لهم ورق يلا. فين الاخوه بتوع القنوات؟ انا مش شايف الا الاستاذ حسين. فين الباشا اللي بيفتح صدره كل يوم؟ فين اللي عرفنا كل يوم؟ فين هو؟ ما جاتش ليه؟ عشان اعلمك اتكلم عن الناس بادب واحترام. هو فين ما جاش ليه النهارده؟ هات يا باشا. لو مليون سؤال هناخده. اي حد قاعد في موقع، في صفحه، في جورنال عايز يقدم يتفضل. قاعدين معاكم لغايه ما تزهقوا. اتفضل يا باشا. اتفضل يا باشا. انا شاكك فيك. ماشي. في اي حد تاني معاه طلب يتكلم؟ هات يا باشا اتفضل. هات انا اقول لك ده مين؟ دكتور الشبح. طب بعد التوكل اهو. طب ما تقدم انت. جايب سكرتير؟ يلا ماشي. حد تاني معاه ورقه يا جماعه؟ اي حد عايز يتكلم اتفضل ارفع ايده. هنشوف لو اتفضل هات ورقتك يلا. اتفضل يا باشا. اهلا بالاخوه السلفيين. اهلا اهلا وسهلا. عميد محمد الابواب تتقفل. مش هقول تاني. البيبان تتقفل. سيب لهم دور ميه مفتوحه ستات ورجاله.
شفت ورقه من اللي انتوا جبتوها شلناها ولا كلها مع خالد لطيف؟ هات يا هاني ولا مشكرين. دول مأجورين دول كمين لمين؟ ده كله بيذيع مباشر، ده الكل عمال يذيع مباشر وكمين مين؟ حتى موضوع الصلاة بتاع المقلب بقى مباشر. نعم خلاص روح اقف جنب ابوك يلا. شكرا. العامل كمين؟ دول مأجورين المرتشين، دول اللي بيقبضوا، دول المسخين. كمين ايه؟ ده كله مهدئ. مين مش مباشر فيكم؟ كله مباشر. الحمد لله ربنا هداك وصليت. الحمد لله الحمد لله والله صليت العصر الحمد لله. حد تاني معاه ورقه يا جماعه؟ حد تاني معاه ورقه؟ ان انا غطيت سؤالك خلاص. شايف ان سؤالك ما زال مستمر، انا معاك. بسم الله الرحمن الرحيم.
اولا في تعمد انهيار نادي الزمالك وخلقه، وفي ناس في الدولة موافقة وبتبالغ. تقول لي طب ازاي؟ اقول لك الحجز اللي ممدوح عباس عامله على البنوك سببه ايه؟ سببه ان هو حجز قبل كده وكان عندي 240 مليون جنيه. لما رجعنا انا جات لي مخالفه عايز اقراها لكم. ازاي انا بحط الفلوس في النادي ما بحطهاش في البنك؟ ده في التقرير اللي جاي. اهم الملاحظات التي شابت اعمال مجلس الاداره. فقلت لسيادة وزير الشباب المحترم من فضلك سيبني احط الفلوس، مش وقت يا استاذ محمد، مش هقول تاني، سيبني احط الفلوس في النادي. بند 10 عدم قيام النادي بتوريد جميع المتحصلات نقديه وشيكات الى البنوك الموضع فيها ارصده حسابات النادي. يا فندم هيحجز عليها؟ قال لك خلاص هو لسه الموضوع ده مع الوزير هيحجز عليها، هو لسه الموضوع. فاضطرينا نحط الفلوس في البنك. حجز على 100 مليون، انا عايزهم. مش انت عايز صفقات؟ مش انت عايز بطولات؟ ما هو البطولات بتيجي بايه؟ بالصفقات. الصفقات بتيجي بايه؟ بالفلوس. دول 100 مليون جنيه اتحطوا ليه في البنك؟ عدم قيام النادي بتوريد جميع متحصلات نقديه وشيكات الى البنوك المودع فيها ارصده وحسابات النادي. الكلام ده امتى؟ قبل ما يجمدونا يوم 18/10/2020 اتحطت الفلوس في البنك، ممدوح بس خدها. يبقى الصفحه اللي بتقل ادبها اللي ادبك عليه هو مش علي انا، لان انا كنت محافظ على فلوس النادي هنا ومتحمل المسؤوليه هنا. فاللي قال وديها البنك هو اللي يرجعها. فاللي عايز يتطور عايزين لعيبه تمام. انا نفسي اجيب لك احسن ما انا جبت لك قبل كده من شرقي وساسي وسكيزي كل دول. بالنسبه امير مرتضى بقاله شهرين اللي بيتشتم ما بيجيش في النادي عشان ولادي ما حدش شتمني ليه؟ ده نائب في البرلمان دوره كامله محامي نقط، انت بتشتمه ليه؟ هو شغال عند امك؟ امير ضابط شرطه مقدم شرطه. عيالي عايزين يمشوا بس برضه مش هيمشوا بقله الادب. قله الادب مش هتجيب معانا نتيجه، وده مش جمهور. مفيش جمهور قله ادب بيشتم. العيال المأجوره اللي خافت تيجي اللي قالوا الست هو تروح خد اعمل لكم كمين هيضربكم هناك. نعم عرفتوا بقى انهم سفله. لو سمعت صوت عيل فيكم تاني عنده قناه او عنده صفحه وما جاش يراجشني ما عنديش الا الجزمه، ويبقى مصر كلها تقول له بس يلا مرتشي ما قال لك تعالى ناقشني. يبقى مين اللي خلانا نودي الفلوس؟ البنك، الوزير. طيب لما كان عندنا فلوس عندي مخالفه. الاولى ان انا اديت للفريق الاول مكافاه الكونفدراليه مضاعفه
يعني انا لما بيبقى عندي فلوس بدي مكافأة مضاعفة، جاتني مخالفة. طب الإداريين يجيبها، صرف مكافآت لبعض إداري الفريق الأول عن مباراة نهائي الكاس موسم 17-18 أكثر مما تستحق طبقا لله. أيوه عندي فلوس، اللعيبة فرحتني، الطاقم اللي معاهم فرحني. إنما لما تخنقني عشان ممدوح عباس اللي عنده مليارات الدولارات وسايبينه يبرطع في البلد، اشتموه هو، قولوا له انت بتخنق النادي ليه؟ انت مش جيت 9 سنين ومرتضى خد عليك حكم انك بره النادي عشان زورت الانتخابات 2009 وانت بنفسك دخلت مع الواد اللي اسمه شوبير وسيف قلت لهم ده راجل محترم اتنازل عشان النادي؟ هات لي فلوس. هي المشكلة بس مش ال 100 مليون اللي هناك، المشكلة الأخطر أنا ليا كام؟ بره أقول لك دلوقتي ليا كام؟